النهارده صدر القرار بالمنع سواء للاستاذ وائل الابراشي او لي انا او للكابتن احمد شوبير. قد يكون المنع من غدا او امتى ما اعرفش. المهم يعني ان الكابتن احمد شوبير موجود حاليا على قناه صدى البلد، وانا ما كنتش اعرف الحقيقه انه ممكن هيطلع النهارده ولا لا. بغض النظر عن طلوعه من عدمه الموضوع ما يعنينيش كتير يعني او ما يشغلنيش. صحيح. ظهوره من عدمه يعني. لكن حاولت عشان اتفرج، فوجئت بحاجه غريبه جدا جدا جدا. الراجل لازال يعني ما بيتعلمش. لازال بيقول ان في مخطط، لازال بيقول ان في زرع فتنه، والفتنه بقت بين اهلي والزمالك وجماهير مصر وده مخطط. وبعدين راح قال ايه بقى؟ راح قال مجموعه حاجات والفاظ اتقالت اثناء مباريات سابقه وراح مجمعها. قال ايه رايكم في دي؟ من ضمن الحاجات اللي قالها قال لك يعني مثلا بيعلق على ماتش انبي والزمالك وبيقول ان مدرب انبي ضابط شرطه الكابتن علاء عبد العال، وبيقول ان الحكم ضابط شرطه كابتن محمد عادل. شفتوا بقى؟ شفت الفتنه؟ ايه الفتنه في كده يعني؟ ايه الفتنه في كده؟ ان انا بقول الحكم ضابط شرطه ومدرب الانبي كابتن علاء عبد العال ضابط شرطه. ده انا بربط للمشاهد حاجه، نوع مش من الخيال، نوع من ان انا اخليه يخرج بره الماتش يتخيل ويرجع تاني ويتخيل ويرجع تاني. هو طبعا مش مدرك ابعاد الحاجات دي، الحاجات دي كبيره عليه، ما يعرفش، مش كبيره عليه يعني انا عظيم، لا هو اللي ما يعرفش حاجه خالص. ده نوع من الربط في امور تخص المباراه اعلاميا، دي مهمه جدا اذا كان بيعتبر نفسه جزء من الاعلام او حاجه من الاعلام. لكن ايه علاقه الفتنه بدي؟ طيب قال لك علاء عبد العال لابس احمر. انا قلت ان علاء عبد العال لابس قميص احمر، هو بيلعب ضد الزمالك. دايما الحاجات دي في الاعلام وفي التعليق وفي تقديم المباريات وفي القاء الضوء عليها بتبقى حاجات نفسيه مهمه جدا بتخلي المشاهد يتفرج، ده يربط دي مع دي. فهو بيقول ده غلط، دي حاجات دي بتعمل فتنه. يا اخي نفترض الحاجات دي هتعمل فتنه، انت بتعيدها تاني ليه؟ اذا كنت مقتنع ان دي بتعمل فتنه. اقسم بالله تكرار كلمه الفتنه وتكرار اللقطات دي والكلام دي ده هو اللي بيعمل الفتنه. خلي بالك جمهورنا بسيط ولكن عظيم في الفهم، جمهورنا ذكي جدا وهو لا زال بيعيش مرحله غباء كبيره جدا. ما ينفعش يا جماعه كده. على انا اسف اقطعك يا استاذ احمد، في ناس بعتلي بيقولوا لي ان خالد الغندور بيتبع لمخطط من بعض الدول، مش عارف ارهابيه، مش عارف ايه والله مش فاهم يعني. بعض الدول مخطط ارهابي مش عارف داخل ضمن منظومه، يعني انا مش فاهم والله. هل فعلا قال كده؟ لا انا ما سمعتش، انا ما سمعتش كده والله. حد بعت لي كده، انا بضحك اقسم بالله يا جماعه. لا للامانه انا ما سمعتش يعني انا حد قال عليا يعني انا ضمن مخطط. طب اكمل يا كابتن خالد. اتفضل يا كابتن احمد. انا بتكلم في ان ايه؟ ان يا جماعه ما ينفعش حد يقول على حاجه فلان ده بيعمل فتنه وبعدين يكرر الحاجه اللي اتقالت اللي من وجهه نظره هتعمل الفتنه. ده انت نفسك اللي بتجدد فكره الفتنه من جديد وتوجهها وتجيبها لوحدها. في حاجات تدخل وسط مجموعه حاجات تبقى طبيعيه وسط تطلعها لوحدها كده تبقى مصيبه سوداء من وجهه نظر البعض اللي عايز يخليها كده. لكن انت ازاي بتعمل كده؟ ازاي؟ مين ساب الناس دي تعمل كده يا جماعه؟ يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، زي ما يكون واحد شتم او واحد عمل حركه سيئه للغايه في ماتش كوره، فبالتالي انا قلتها كتير سنوات ما برضاش اطلعها تاني، لان انا لو اظهرتها تاني بدخلها المشاهد تاني. بدليل يا كابتن، بدليل ما حدث في الاستوديو من الكابتن شوبير ضدك انا ما جبتوش على الهوا، يعني ما عدتش اللقطه تاني ولا هعيدها لان هي لقطه مرفوضه. فانا بالتالي ما انا ممكن دلوقتي اقول لهم تعالوا نشوف عمل ايه ونشوف ونتفرج على الخناقه والضرب وبتاع واستثير مشاعر الناس مره اخرى، لكن انا ما رضيتش اعملها ومش هعملها لان انا مش عايز اشوف المنظر ده تاني. اتفضل كابتن خالد. دلوقتي الاستاذ وائل الابراشي بيعيد لقطات من الحلقه للمره الثالثه. اللقطات اللي بيعيدها اللي يتفرج عليها بالمونتاج اللي اتعمل ده ممكن يقول لك صحيح ايه ده؟ لقطات وانا بقول ايه؟ كذاب. لا انت كذاب. عليا الطلاق كذاب. انا قلت كده، بس قلت كده على ايه؟ ما تجيب اللي كده وتشوف دي اتقالت على ايه، لكن لما تسمع دي لوحدها كذاب كذاب. إيه؟ لا انت مش محترم. الله، ما تشوف ايه اتقال خلى ده يتقال. انا للمره الالف بقول ان الاستاذ وائل انا قلت له مش هقعد في القعده معاه
لما عرفت انه جاي قال لي لا اقعد مالكش دعوه، دي عليا انا. قلت له يا استاذ وائل ما ينفعش. قال لي هو وعدني انه مش هينطق باي حاجه فيها قلق، فيها غلط، فيها عيب، فيها. قلت له لو نطق ربع كلمه هقول 3 كلمات. قال لي مالكش دعوه، ده عليا انا. لما يصدر قرار زي ده ويتاخد انا فيه بصفه ايه ولا بذنب ايه؟ سيبك من اني انا يعني انا يشرفني التواجد في الاعلام المصري وفي القنوات وحتى في البرنامج نفسه دريم، اللي انا كنت اعتبر ومنتظر ان قناه دريم تبعت لي اعتذار معنوي، اعتذار رسمي، اعتذار اعلامي، اعتذار على اللي حصل معايا في بيتها. انا في بيتك وتم التعدي عليا بهذا الشكل والاهانه امام الجميع الاعلاميه. ازاي امور ازاي قناه دريم يعدي عليها حاجه زي كده؟ ودي من القنوات اللي المفروض انها الرائده في الثوره الجديده للاعلام المصري الجميل. بس هم يا استاذ احمد اعتقد الناس اللي شغالين هناك وحموك وحتى ما احد الناس اللي مع الاخ تعدى عليك وليد عبد السلام مسكوه وبعدوه ضربوه، كان بيحاول يتعدى عليك اعتقد يعني. انا ضربوه ادوا علقه محترمه وليهم كل التقدير حق ربنا. لكن انا بتكلم على ان انت ازاي تكرر كلمات انت بتقول عليها انها فتن وانت نفسك عمال تكررها، انت اللي بتزرع الفتنه من جديد. لازم حد ينقذ المجتمع من هذه الامور بسرعه 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 بسرعه. الامور تخطت الحدود. وبقول تاني لشبابنا الجميل، اوعوا 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 تصدقوا حاجات زي كده. انتوا شعب واعي والشباب واعي. الموضوع كله كرة قدم. الموضوع كله بقول للمرة الثالثة والألف ناس ليها حق بتاخده، مش أكتر من كده، لا يتخطى حدود كده. في جزء بيسمى أحيانا خارج النص، في نوع من الإبداع، في نوع من الفكرة، في نوع من الخيال بما لا يعيق ذهن ولا يجرح حياء اللي موجود في البيت من زوجة أو أم أو أخت أو أب. أهلا وسهلا بيه. ألفاظ ما فيش أي لفظ يجرح أو يقلل من احترام حد لحد. تمام لازم ناخد بالنا من الكلام ده كله. اشكرك. تحياتي لضيوفك، اشكرك.